يا عزيزي الفنان، الدوشه بتاعت الذكاء الاصطناعي خلت ناس كتير في مجالنا تخاف على مستقبلها المهني، بس الاغرب ان نفس الدوشه دي ونفس الخوف ده حصل بالحرف لمصممين زينا من اكتر من 30 سنه، والنتيجه ان مفيش اي حاجه حصلت. سنه 1990 لما ظهر اول اصدار من الفوتوشوب، المصممين ساعتها اللي كانوا بيشتغلوا بالمشرط والمسطره قالوا خلاص الاله هتعمل كل حاجه والمجال انتهى. بس اللي حصل ان الفوتوشوب لغى المجهود اليدوي وما لغاش المجهود الذهني. تفتكر بقى ايه السر اللي انقذ المصممين ساعتها وهينقذنا النهارده من الاي اي؟ عزيزي الفنان، خليني اقول لك ان السر في جمله واحده بس: ازاي نواكب التطور ونستغل الادوات الجديده من غير ما نلغي دماغنا. تاريخ مجالنا كله مبني على ان العقل البشري هو اللي بيسوق الاداه مش العكس. من 38 الف سنه قبل الميلاد الانسان كان بينحت على الكهوف عشان يوصل رساله تحفظ تاريخه. بعد كده السومريين شغلوا دماغهم واستخدموا الفن عشان يحولوا الكلام لايقونات ورموز تسهل التواصل. عشان كده عزيزي الفنان لازم تكون فاهم ان الادوات بتتغير من عصر لعصر، زي ما احنا دلوقتي كده في عصر الاي اي. زمان كانت حجر، بعدها بقت ريش، بعدها بقت فوتوشوب، ودلوقتي وصلنا ليه الاي اي. وهنا بقى لازم نقف عند حقيقه مهمه جدا. سنه 90 المصمم اللي رفض يتعلم الكمبيوتر وعاند فكره التطور فيعتبر غرق والسوق نسيه تماما. والنهارده بقى اللي هيعاند الاي اي ويقول ان هو هيشتغل بالطريقه التقليديه هيغرق برضه. التطور ما بيرحمش اللي ما بيلحقوش، علشان انت لو ما طورتش من نفسك ومن امكانياتك مش هتترحم والسوق هينساك. الذكاء الاصطناعي بيطلع لك صوره شكلها مبهر في ثواني، بس من غير دماغك وتفكيرك الاستراتيجي الصوره دي ملهاش اي 30 لازمه. لانه ببساطه يا عزيزي الفنان، الجرافيك ديزاين مش مجرد صوره شكلها حلو. الجرافيك ديزاين هو انك بتحل مشكله العميل عشان تحقق هدفه، سواء بقى كان هدفه مبيعات، هدفه ان هو يتعرف، ايا كان هدفه ايه. فالفكره كلها ما فيها ان انت بتحل مشكله بتحقق بيها هدف العميل. العميل مش جايلك عشان يشتري لوحه منك هيعلقها في الصالون بتاع بيته، العميل جايلك عشان عنده تارجت مبيعات عايز يحققه او عايز يبني ثقه مع جمهوره. الاي اي ممكن يديلك العناصر جاهزه، بس انت اللي بتمسك العناصر دي وبتطبق عليها قواعد التكوين والجريدز عشان تقدر توجه عين المشاهد صح، وبالتالي تقدر تحقق الهدف اللي هيحل مشكله البيزنس. الخلاصه يا عزيزي الفنان، التطور مش عدوك، لكن الجهل بيه هو اللي عدوك. عشان كده انا مش عايزك تخاف من اداه بتنجز لك شغلك، بس اياك تعتمد عليها لدرجه ان انت تلغي مخك. وظف فنك ومخك وابداعك وواكب التطور اللي احنا فيه، وبلاش تعاند عشان ما تغرقش. وعايزك تقول لي في الكومنتات يا عزيزي الفنان، ايه اكتر اداه لما ظهرت انت قررت ان انت تستخدمها في شغلك ونقلت مستواك في حته تانية خالص؟ وما تنساش تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، عشان الفيديو الجاي بقى هنبدا نتكلم عن اساسيات المجال ده. عشان بصراحه انت عمرك ما هتعرف تتميز في السوق وانت معكش اساسيات، لان الاساسيات هي الحاجه الوحيده اللي هتميز جرافيك ديزاينر شاطر وواحد بيلعب بالاي اي.